يقول أحد الحكماء: تعلمت ألا أتعثر بالكلام السلبي الذي يوضع أمامي، بل أجعله كالحواجز الرياضية تدريبا لي على القفز إلى أعلى دون أن ألامسها. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخوان. عامر بن عبد قيس الذي كان يدعو ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه، فكان لا يبالي أذكر اللقي أم أنثى، استجاب الله دعاءه، لأن له عند الله رصيدا كبيرا من الحسنات، فما رصيدك أنت لكي تطلب؟ ما يجعلني سعيد هو أن الله حي لا يموت أبدا، وكريم لا يرد أحدا، ورحيم لا يقتل أبدا، فأبشر بخير دامك مع الله سبحانه. كن كالمطر إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا رحل ترك أثرا نافعا فيهم، وإذا غاب اشتاق الناس إليه، لذلك كن كالمطر. خذها قاعدة أبدية في حياتك: إذا كنت قريب من الله سبحانه وتعالى ومحافظ على أذكارك وصلاتك، صدقني والله ما راح تحس في يوم إنك وحيد، حتى لو تخلوا عنك أقرب الناس، لذلك كن مع الله ولا تبالي. لا شك أن العلم يورث في العبد خشية الله. قال ابن رجب: راود رجل امرأة ليلا فأبت، فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، فقالت: فأين مكوكبها؟ أي أين الله؟ ألا يرانا؟ منح العلم يقترف الذنب. قد يخلط البعض بين الجهل والغباء، فيعتقد أن الجهل مذمة الغباء، ولا يدرك أننا كلنا جاهلون بطريقة أو بأخرى. الجهل صفة لنقص المعرفة، أما الغباء صفة لنقص القدرة على استيعاب المعرفة، وهذا أخطر. عندما تكون مدمنا وفي لحظة قررت أن تقلع عن إدمان هذا الشيء، تذكر أن أول ما ستواجهه هو التفكير به في أوقات الفراغ، فإن غتلت الفراغ انتصرت. عود نفسك على مسألة غض البصر، لا تقل ما أستطيع، والله تستطيع. إن كنت محبا لله ورسوله تستطيع، حتى وإن كانوا عراة. فبالحل عالج قلبك، إن صلح قلبك صلح أمرك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت شديدة الحياء. لما دفن عمر بجوار أبيها أبي بكر وبجوار زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، كانت لا تدخل إلا مشدودة الثياب حياء من عمر وهو ميت. يا الله، نساء اليوم إلا من رحم الله. يقول أحد الصالحين: لم أرى شخصا مميزا في حياته وناجح وموفق في هذه الدنيا إلا وكان له من بر الوالدين نصيب. الله أكبر. اللهم اجعلنا من البارين بهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. السلام عليكم. سؤال: هل يشرع الدعاء بأمور الدنيا؟ مثلا اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني ولد صالح، هل يشرع ذلك؟ نعم يشرع ذلك ولو كان في أمور الدنيا. قال جل في علاه في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دائما كن على يقين أن الله خير الحافظين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا متخفيا يخشى على نفسه. قد جعلت قريش لمن يأتي بمحمد وأبي بكر 200 من الإبل، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاهما. يا من تتأخر عن صلاة الجمعة قد فاتك أجر عظيم والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بذلك بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عندما جاء رجل لعبد الله بن عباس يسأله عن فعل يكفر الله به ذنوبه وخطاياه، أول أمر سأل عنه عبد الله بن عباس قال: هل لديك أم؟ إن كان لديك أم فاغتنم ذلك ببرها فهو السبيل للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله محمد بأبي وأمي أنت يا رسول الله. يا عباد الله، إذا سمعتم منادي الله يقول الله أكبر هلموا إلى حاجتكم. لا تقول لا وصلت المكان الفلاني أنا بصلي، لا، الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قف مباشرة واذهب إلى المسجد وصل بقلب خاشع وجل، قابل الله عز وجل، راجيا رحمته راجيا عفوه. والله إن الصلاة هي عماد الدين، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت نسأل الله السلامة والعافية. فما أوصيكم يا أخوان ويا أخوات: الصلاة 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 الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. يا أخوان ويا أخوات، أردت التنبيه على أمر مهم جدا، هو أمر الفتية. فتية أمرها عظيم
لا يقوى عليها إلا طالب علم قد وصل إلى مرتبة من العلم والاطلاع، فينبغي عدم الفتية دون علم ودون اطلاع، خصوصا بعد طلبة العلم قد يغره دينه والتزامه فيفتي دون علم دون معرفة، فينبغي الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجراؤكم للفتية أقربكم للنار، والصحابة كانوا يتدافعون الفتية. لذلك ليس بالأمر السهل أن تقول يجوز ولا يجوز، عليك كفارة ولا ما عليك، عليك قضاء ولا لا، ينبغي الحذر. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل في علاه، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى نور وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الكثير يسأل: ماذا أقول في سجود التلاوة؟ من هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع منها والسجود، ولذلك لم يذكره الفقيه ومتقدم الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام بتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي إنه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني عن أدب وتواضع العلامة الألباني فيقول: ومن ذلك أنني كلما التقيت به قبلت يده فكان ينزعها بشدة ويأبى علي. يقول: مع إصراره قلت له في يوم من الأيام: قد تلقينا منكم في بعض أبحاثكم في الصحيحة أنه يجوز تقبيل يد العالم. فقال الألباني لأبو إسحاق: قال: وهل رأيت بعينك عالما قط؟ قال: نعم، إني أرى الآن. يقصد الألباني. قال: إنما أنا طويلب علم. الله أكبر. وإنما مثلي ومثلكم كقول القائل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. المراد بالبغاث فرخ الغراب، لكنه يسير نسرا بأرض لا نسور بها. الله أكبر. قلوب تعلقت بالله. هذا حال الألباني. كيف هو حال من استقام حديثا ويسمي نفسه شيخ وداعي ومفتي؟ الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. جريج الزاهد العابد الذي كان دائما يجلس في صومعته يتعبد ويخلو بالله عز وجل ويصلي، كانت تأتي أمة في حاجة وهو في صومعته في موضع صلاة، كانت تقول: يا جريج يا جريج. كان يحتار إن يقطع صلاته ويرد على أمه أو يكمل الصلاة، فكان دائما يختار الصلاة، إلى أن غضبت عليه أمه ودعت عليه دعوة، كل ما تجي في حاجة ما يرد عليها، قالت: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. المومسات يعني العاهرات. فسبحان الله، دارت الدنيا حتى نظر جريج في وجوه المومسات واتهم في الزنا. سبحان الله، دعوة الأم ربما لا تستجاب في يوم وليلة، لكن تأكد مهما طالت الأيام سوف يستجاب الله لها. فاحذر يا عاق، إلى متى بتكون معاقب والدينك؟ أقبل على الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إذا داهمك الحزن وطوقك الاكتئاب فقم حالا إلى الصلاة، تثب روحك، يطمئن قلبك، ينشرح صدرك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، إن الصلاة كفيلة باجتياح مستعمرة الأحزان، فالصلاة يا عباد الله. سئل أحد الصالحين: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى، مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر، على جميل ما نشر أو على قبيح ما ستر. الله أكبر. صباح الخير. كان سيدي رسول الله من أرحم الناس، كان يضع الإناء بين يديه ليتوضأ، فتأتي الهرة عطشا فيميل لها الإناء لتشرب، وما يرفعه عنها حتى ترتوي رحمة به. علمني القرآن: ومن يتق الله، هذا شرط، يجعل له مخرجا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه مكافأة، فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة. شعيب خطيب الأنبياء، ومع ذلك قال له قومه: وما أنت علينا بعزيز. والله يا أخوان، ليس المهم من أنت عند الناس، ولكن المهم من أنت عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام
خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذه فضل مجالس الذكر. الإنسان دائما يحرص على أن يزور مجالس فيها طاعة، فيها ذكر، فيها تذكير. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قد نلاحظ البعض في صلاة الجمعة وغيرها عند الدعاء يرفع يديه هكذا. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي ثبت في الحديث أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الجمال، ومع ذلك عندما دعته امرأة العزيز وهي بكامل زينتها متعطرة متزينة غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، افعل ما تريد. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من جميل ما قرأت للدكتور مصطفى السباعي في كتاب هكذا علمتني الحياة يقول: لا يغلبنك الشيطان بالتماس العذر لكل خطيئة وتصيد الفتوى لكل معصية، فالحلال بين والحرام بين، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الله أكبر. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن الله يحبها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أسرع مناظرة حصلت في التاريخ: جاء رجل إلى الألباني رحمة الله عليه يدعي علم الغيب ويريد مناظرة الشيخ، فقال له الشيخ: أناظرك بشرط واحد فقط. قال: ما الشرط؟ قال: كيف تدعي علم الغيب ولا تعرف شرطي؟ الله أكبر. سأل رجل شاب ملتحي: لماذا تربي لحيتك؟ قال: أنا لا أربيها، بل هي التي تربيني. قال: كيف؟ قال: كلما همت نفسي بفعل معصية قلت لنفسي: كيف وأنا ملتحي؟ الله أكبر. كثير من الشباب يقول: أنا أعاني من مرض الشهوات، ما الحل؟ ما الوسيلة؟ ما العلاج؟ الحل يكمن السلام عليكم. يجب أن تلامس أطراف الأصابع الأرض، والسنة أن تكون مثنية باتجاه القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ألا تستحق الجنة أن نضحي من أجلها؟ والله تستحق. هناك الراحة الأبدية. الإمام أحمد سئل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. هنيئا لصاحبة الحجاب الحقيقي، الحجاب الذي لا يظهر منه شيء، لا شعر ولا كحل ولا أي شيء، فأنت مصونة محفوظة، أنت قريبة من الله، فاثبتي. دائما ما نحتاج لخلوة مع النفس، وذلك لمراجعة حالها مع الله سبحانه وتعالى، إما في مسجد أو في مكان مغلق ندعوه نسأله صدق المسألة. ربما لا تكون الاستجابة في وقتها، لكن الله ما ينسى عبده. كان ابن باز رحمة الله عليه يطوف بالكعبة مرددا دعاء واحد فقط، هو: اللهم اصلح فساد قلبي. فلما سئل عن ذلك قال: إن صلح أمر القلب صلح أمر الدنيا والآخرة. الله أكبر. يقول أحد الصالحين: لو أنني أخشى أن يعصى الله لتمنيت أن يغتابني كل أهل الأرض، فلا شيء أهنأ من حسنة أجدها في صحيفتي دون عمل. الله أكبر. فلا تضايق إذا شخص اغتابك، ترى والله ما في شيء أجمل من حسنة تجيك بدون تعب. أفضل معارفك هو ذاك البعيد المقل بتواصله، ولكنه إن مر في حياتك من خلال رسالة أو اتصال أو لقاء سريع جعلك متفائلا ومحبا للحياة. منشن هذا الشخص ده. كان سيدي رسول الله من أحلم الناس وأقلهم غضبا، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، وكان أشد الناس تواضعا، صلوات ربي وسلامه.
بعضهم يقول: كيف تريد مني أن ألتزم في بيئة لا تساعد؟ أنا أقول لك: لا توجد بيئة أسوأ من بيت فرعون، ومع ذلك خرجت منه امرأة ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا. لا تعتذر بالظروف، أنت من يغر التغير. يقول ابن القيم في الجواب الكافي أن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. فيا عباد الله أكثروا من ذكره. من روائع جبران خليل جبران يقول: قمة المتعة أن تجالس شخص يكرهك ويغتابك كثيرا، ومع ذلك تجده يبين لك العكس، وهذا كافي بأن يخبرك بأن لحضورك هيبة قادرة على تحويله لمنافق وجبان. زين العابدين علي بن الحسين عندما جاءوا يغسلونه وجدوا آثار سواد على ظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يوزعه على فقراء أهل المدينة. الله أكبر، أصحاب سرائر. السلام عليكم. لماذا أصبح هم الناس اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي هو تحقيق الشهرة بغض النظر عن المحتوى الذي يقدم هل هو مفيد أم لا؟ اعلم والله أنه من السهل تحقيق الشهرة، لكن من الصعب غرس قيم وأخلاق. يقول بعض الملتزمين: أنا أعاني من الفتور والكسل في أداء العبادة. أتدري لماذا أخي الملتزم؟ لأنك لم تشكر الله على هذه النعمة، فلو شكرت الله لزادك الله التزاما. يقول جل في علاه: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. المتفائل ليس أعمى ولا واهما يعيش في الأحلام، إنما هو واقعي يدرك أن الحياة بقدر ما فيها من المشكلات يوجد إلى جوارها الحلول. من السنة أن تخفف نافلة الفجر بعد الأذان، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك ليفتتح عمل النهار بالتوحيد بنوعيه: العلمي في سورة الإخلاص والعملي في سورة الكافرون. السلام عليكم. أختي الغالية، هل ترضين أن تكتبي عند الله زانية بسبة عطر؟ والله ما يسوى العطر يا أخي، حط العطر بجنطتك. لا رحت الحريم كيفك، لكن في الأماكن العامة، في الأسواق، في الدوام إن كان مختلط، قد يحرك شهوة رجل ويؤدي إلى غضب من الله جل. لا تنتظر مناسبة للحديث مع من تحبهم، ولا تنتظر منهم أن يبادروا أولا لكي تبادر. صارح بمشاعرك، فالحياة قصيرة جدا. إذا تكلم الناس عنك بسوء فلا تحزن، وكن واثقا من نفسك، وقل كما قال الحسن البصري رحمه الله: مرحبا بحسنة لم أعملها ولم أتعب فيها ولم يدخل فيها عجب ولا رياء. ما لا يكون لله لا يكن، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، فأخلص النية لوجه الله والزموا إياك نعبد وإياك نستعين، تصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأمان واطمئنان. يقول أحد الصالحين: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم، ذنوب سترها الله فلا يقدر أحد أن يعيرني بها، ومحبة غذفها الله في قلوب الخلق لا يبلغها عمل. قل لي بالله عليك، إلى متى وأنت لا تصلي؟ بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن يستقيم حالك حتى يستقيم أمرك مع الصلاة. أنت محظوظ جدا إذا كنت تمتلك شخصا تحكي له تصرفاتك السيئة دون أن يفكر في لحظة بأنك شخص سيء، لأنه يعرف جيدا أن الذي بداخلك أجمل وأنقى. مساء الخير. ذنوب الخلوات خنجر يطعن في خاصرة الثبات، وعبادة السر درع يقي النفس نوازع الشر، وإن خطوات في طريق الرياء تعني الرحيل عن ممتلكات الاستقامة. الكافرون، فعندما سلم قال له اليزيدي إمام وقال أهل الكوفة يخطئ في قل أيها الكافرون، فعندما أتت وقت صلاة العشاء تقدم اليزيدي فصلى فأخطأ في الفاتحة، فقال له الكسائي: صل لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يا إخوان، البلاء موكل بالمنطق، لا تعيب على شخص عشان ما يبتليك الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد، فعندما أتت وقت صلاة المغرب تقدم الكسائي وهو أحد قراء السبع المشهورين فصلى فأخطأ في قل يا أيها الكافرون. خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم ووضع فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. إلى كل شاب وشابة لم يتزوجوا بعد، يقول الله جل في علاه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى ماذا؟ حتى يغنيهم الله من فضله. الله أكبر. اللهم ارزق كل شاب بزوجة صالحة وكل شابة بزوج صالح يحفظها. قولوا آمين. لا أحفظ الحديث، لكن بما معناه أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان. فانتبهوا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما القيراط؟ قال: جبل عظيم.
حين يحبك إنسان تشعر بأنك جميل وبأن الدنيا واسعة، فما بالك حين يحبك الله سبحانه وتعالى وهو رب الجمال. الله أكبر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. لا تقل فلان لا يعرفني إلا وقت الحاجة، بل قل الحمد لله الذي أكرمنا بقضاء حوائج الناس، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. السلام عليكم. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز إسلامنا ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. الله أكبر. عودت نفسي إذا خسرت شيئا، أي شيء، أن أفكر في سلبياته، وأن أنشر في داخلي اعتقادا بأن الله أراد لي ما هو أفضل. اطمئن واستبشر، دامك مع الله سبحانه، أمر المؤمن كله خير. والله يا أخوان ما في شيء أجمل من حسن المعاملة. قبل شوي خدامتنا لقيت في مخباتي 11 دينار وهي غير مسلمة، كان بإمكانها أنها تأخذ الفلوس، أنا ما أدري عنهم، لكن ردتهم لي. شو اللي ردها؟ حسن المعاملة. حسن المعاملة إذا ما وجدت أثرها في الدنيا تجدها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في الضحك وسطا كسائر أموره، جل ضحكه التبسم، وإذا ضحك بصوت لا يكون قهقهة، إنما هو صوت يسمعه القريب دون البعيد، صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم. الملائكة تكتب اسم الداخلين إلى المسجد قبل صعود الإمام إلى المنبر، وإذا صعد الإمام توقفت عن الكتابة وجلست تستمع، فاحرص كل الحرص على أن يكون اسمك معهم. النبي صلواته ربي وسلام عليه في صحيح البخاري: إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. الحديث التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة، وغيرها من الأحاديث فلا يجوز نسبتها إلى رسول الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، أي أعظمهم كرما وسخاء، وإذا جاءه سائل أنفق ما عنده، وربما ربط على بطنه حجر من الجوع. وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلة إلا وقد أنفقه كله. في سكون الليل هنيئا لمن ستصعد ملائكة السماء وقد سجلت أسماءهم في قوائم أهل الليل، والمستغفرين بالأسحار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الوتر يا أحباب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله حتى وإن طال البلاء. إياك أن تحتقر المعصية وتقول هذه صغيرة عادي ما تأثر. يقول العلماء: إن الصغائر إذا استهان بها المرء فإنها تتحول من صغيرة إلى كبيرة. الله أكبر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا. سئل حكيم: كيف تعرف ود أخيك؟ فقال: يحمل همي ويسأل عني ويغفر زللي ويسد خللي ويذكرني بربي. فقيل له: وكيف تكافئه؟ قال: أدعو له بظهر الغيب. مش الشخص دائم تدعي له بظهر الغيب. الصائم يدعو في أي وقت ودعوته لا ترد. في الحديث الذي صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. من الغبن أن تنام عن الظهر والعصر في رمضان ثم تتعنى لصلاة التراويح والتهجد، وهذا من طغيان المظاهر علينا، فريضة واحدة خير من قيام كل رمضان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، تزينوا للعرض الأكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة 8، وأقلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية أخرى وكبلت الشياطين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فالله الغني ونحن الفقراء إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.